في الفيديو اللي فات احنا شرحنا قلنا ان اللايبرري نمباي اسرع بكتير من بايثون في العمليات الحسابيه والرياضيه. انا فيديو النهارده فيديو نظري بس هديك مفهوم على اللايبرري نمباي. اللايبرري نمباي مش عباره عن اري واحده، عباره عن 3 انواع اري 1 و 2 و 3 دي ان دايمنشال اري. هتقول يعني ايه ان دايمنشال اري ويعني ايه 1 و 2 و 3 دي؟ اقول لك اول حاجه 1 دي عباره عن لما يكون عندك فيتشر واحده، عباره عن انك انت عندك قائمه فيها 1 2 3 الارقام اللي انت هتحطها فانت بتستخدمها، هتستخدم 1 دي واحنا هنستخدمها لما نبدا نتعلم مع بعض في اللايبرري نمبر. عندك 2 دي، 2 دي عباره عن انك انت مثلا اديك مثال، لو انت مثلا مدرس وبتدرس ل5 طلاب، فانت مثلا عايز تعمل جدول اكسل مثلا تحط فيه مثلا اسامي الطلاب وعدد المذاكره وعدد الدرجات اللي جابوها في الامتحان وعدد الحصص اللي هم حضروها في اخر شهر ليك. فانت تعمل جدول، اول صفحه تكتب فيه اسامي الطلاب، تاني صفحه تكتب فيه هم ذاكروا كام ساعه في اليوم، تالت صفحه تكتب فيه هم جابوا كام في اخر امتحان عملته، ورابع صفحه هم حضروا كام حصه ليا في اخر شهر ليا. فهم انت هتعمل جدول عشان تعرف تفرق ما بين اللي هيسقط، ما بين اللي هينجح، ما بين اللي هيحاول كده يوصل للنص وكده. فهو النوع ده اسمه 2 دي، اسمه ان دايمنشال اري ماتريكس. عندك ثالث نوع اللي اسمه 3 دي. ال 3 دي هو ان دايمنشال اري تنسور، اللي هو ان انت عباره عن انك انت عندك كميه جداول جوه بعض، بدل ما انت عندك جدول واحد لا جداول جوه بعض، والجدول عباره عن صفوف واعمد زي ما شرحنا في مثال المدرس. طب هتقول لي احنا امتى هنستخدم 1 و 2 و 3 دي؟ اقول لك تستخدم 1 دي لما انت تكون عندك فيتشر واحده عباره عن قائمه فيها شويه ارقام وتستخدمها. هتقول لي طب و2 دي هتستخدمها في معظم الاوقات في الداتا اناليسيز، في الماشين ليرنينج. طب وال3 دي اقول لك هتستخدمها مثلا في الديب ليرنينج، هتستخدمها في الصور الار جي بي، في الفيديوهات، في معظم الاوقات. هتقول لي طب انا عندي سؤال فضولي بعيد عن الكلام اللي انت بتقوله، اقول لك اتفضل. هتقول لي السؤال اللي هو مين مخترع اللايبرري نمبر؟ اقول لك بص يا سيدي، مخترع اللايبرري نمبر الباشمهندس الانجينير تشريفرز اوليفانت. المهندس ده عمل ايه يا سيدي في 2005 و2006؟ جاب كان قبل ما اخترع اللايبرري اللي اسمها نمباي كان في مكتبتين اسمهم نيموري ونام اري على ما اظن، هم دمج المكتبتين دول مع بعض وطلع لك اللايبرري اللي اسمها نمباي في 2005 2006. وهي دلوقتي اللايبرري نمباي بقت هي الاساس او الكل في الكل، زي ما انت الكل في الكل دلوقتي في لما تبدا تتعلم في الارتفيشال انتليجنس، الذكاء الاصطناعي، ماشين ليرنينج، داتا اناليسيس، داتا ساينس، كمبيوتر فيوجن، ديب ليرنينج، اي حاجه من المسارات دي فهي الاساس او هي الكل في الكل لما انت تخش في مسار في عمليات حسابيه وعمليات رياضيه. اقول لك الفيديو ده فيديو نظري بس يفهمك عن انواع الاريز الموجوده جوه اللايبرري نمباي. الفيديوهات اللي جايه بقى دي هتكون فيديوهات ان شاء الله عملي وهتفهمك وهتفهم اكتر وتجرب بايديك وتغلط، وهيكون تقيل زي ما انت تقيل في عيلتك يا باشمهندس. وسلام.